السلام عليكم. عارفين انتم في أكلات حلوة قوي، بس بتاخد مجهود ووقت، بس طعمها تحفة وما بنقدرش نستغنى عنها. النهاردة هنعمل الكرشة بطريقة مختصرة ومن غير أي مجهود، أكلة من أكلات العيد، وهقول لكم ازاي تعملوها بطعم وريحة جنان. يلا نبدأ بالطريقة. معايا كرشة بعد ما نضفتها، هسيب لكم فيديو تنظيف في صندوق الوصف. بقطع الكرشة قطع صغيرة وبنقعها لمدة ساعة كاملة في مية وبعصر فيها كام وحدة ليمون، وبحط القشر معاها علشان تشيل منها أي ريحة مزعجة، وبغسلها وبحطها في حلة وبغطيها بمية وأسيبها على النار لحد ما تستوي. هي بتاخد وقت تقريبا من ساعة ونص لساعتين، وبلاش تغطوا الحلة علشان هي بتفور، فسيبوا غطا الحلة موارب علشان ما تكبش وتبهدلكم الدنيا. نيجي للصلصة. طاسة على النار وبضيف عليها 3 معالق زيت. ممكن تعملوها بتوم بس أو ببصل بس حسب ذوقكم، أو ممكن تعملوها بالاتنين علشان البصل بيكسر حدة التوم. فضفت بصلة متوسطة مفرومة وبفضل أقلب. أول لما تطرى بضيف عليها معلقة توم مفروم، وأول ما ريحة التوم بتطلع بضيف عليها عصير طماطم وأسيبها تتسبك. أول ما تلاقي الزيت اتجمع وطلع على الجنب كده الصلصة بتكون اتسبكت. بضيف عليها مية مش كتير، مقدار كوباية علشان تفك شوية، وأسيبها تغلي. وهنا بضيف عليها الملح والفلفل الأسود، وممكن تضيفوا عليها شطة أو حسب ذوقكم. وبضيف عليها الكرشة بعد ما استوت وغسلتها بمية من الحنفية، وأسيبها تغلي وترجع تتسبك تاني. وبتتقدم بالهنا والشفا. كل سنة وانتم طيبين. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وإذا كنتم ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.